بالرباط وسط المدينة الكل ينتظر أضواء الإنارة العمومية، هاجس حقيقي لساكنة المدينة، وخاصة أن مشكل الإنارة يغيب في بعض الأماكن والساحات ويوجد في بعض الأزقة والشوارع لا يضيء إلا على نفسه. الاناره من عادمه تقريبا بحال ما كايناش كاع، لان كتشوف الناس كيجلسوا بحال كاين الشمعات، الناس كتشوف بحال كاين الشمع في الرباط، زعما شي حاجه اللي خايبه وسط العاصمه. خاص ضروري من جهه المسؤوله تشوف هذا الشيء، يعني راه ما كايناش بالضروره هذه البلاصه، راه كاينه ازقه اخرين، يعني بالنسبه لنا حنا بنات لا ما كنشدوا، راه الصراحه الخوف كاين. غياب الإنارة أصبح يخوف المارة ويشجع على الجريمة ويؤدي إلى غياب الأمن بالأزقة، مما يستدعي بحث مقاربة تقنية وشمولية لتدبير هذا الشأن. نطلبوا هو إصلاح هذه الإنارة العمومية، لأن إلا ما كاينش إنارة ما كاينش مشكل ديال الأمن. الإنارة كتمشي مع الأمن. في الحقيقة هذا عار باش نشوفوا مدينتنا في هذه الحالة اللي ولات فيها. يعني مدينة الرباط ما عمرها كانت في هذه الحالة ديال أن الإنارة ما كايناش في الأزقة وما كايناش في الشوارع والناس ناعسين ما كيديروا والو. تدبير هذا المرفق العمومي يبين مجموعة من الاختلالات الناتجة على الخصوص من تقادم الشبكة وغياب الصيانة والمتابعة والمراقبة لهذا المرفق. احنا كنتواجدوا في واحد المنطقة سياحية، باب العلو راه معروف حدا مسجد الشهداء، وكتشوفوا الإنارة ما كاينه شيء، وهذه مده ما كايناش، ومنطقه حساسه وكيطلعوا السياح من هنا وداك الشيء، وخطيره على اي انسان ساكن هنا في هذه المنطقه. الاعمده الكهربائيه فات عمرها 20 سنه وهي جاثمه فوق الارض، في كل يوم يسقط احد العمود ولا عمودين، ناهيك على ان في الحومات في الزناقي كتوجد واحد البوله شاعله و10 مشاعل شاي. حنا كمقاطعه حسان ما عندناش اليه العمل، ما عندناش حنا في مقاطعه وسائل العمل باش نخدموا بهذاك الشيء. تدني مستوى الإنارة العمومية والخدمات يتطلب من الجهات المعنية دراسة هذا المشكل وفق معايير تتماشى وحضارة الرباط التي أصبحت من المدن العالمية والتي تحظى باهتمام متزايد.